السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة جديدة من برنامجنا الكورة من غير فلتر. معاكم النهاردة إيهاب ومروان، وده رأينا فرقع ارتيتا، وده رأينا في المباراة. أتمنى الحلقة تعجب، والحمد لله انتصرت الحلال بول على الحرام بول. عامل ايه؟ الحمد لله. يعني انت هتيجي برضه تقول لي الحلال بول انتصرت على الحرام بول؟ ده اللي حصل، ده اللي حصل. الحلال بول حقك. انتصر وأثبت إن هو حقك الجدير بالفوز يا بالمباراة. ارسنال، اصلا تستحق تخسر الماتش او تستحق تخسر البطولة، بس مش فنيات بقى. يعني هنتكلم في الفنيات دي بعدين، بس مش فنيات. نيجي بقى لأحداث الماتش. انت ماشي. انت شايف ارتيتا عمل ايه يثبت ان هو مثلا عمل ماتش كويس هو في النهائي ارتيتا النهارده؟ ارتيتا لعب ماتش 10/10 دفاعيا، عشان هو من الحرام بول زي ما احنا بنقول. هو لعب ماتش دفاعيا 10/10، بس هجوميا كان في غلطات قد كده. اللعيبة نازلة هم برضه مش عارفين يعملوا ايه، مفيش حلول. هجوميا، دفاعيا، بتنجانيا. انت مباصي كام كوره؟ 290 كوره في الماتش كتوتال، قصاد 800. قصاد 800 لباريس. تيتا منين عمل ماتش حلو، او عمل ماتش حلو دفاعيا او هجوميا؟ كان مخيش شويه يسقى يعني. انت فين في الماتش؟ يا ابني ماشي، هو كمجمل الماتش، انت يعني انت جبت جون الدقيقة الستة، بعديها باريس بتحاول بكل الطرق، بتعمل كل حاجة عشان تجيب في الجون، ما مش هو انت عارف. دخلت في الاخر ساكا لما الصدمه، زهق عامل لك الكوره كده، قال لهم ادخلوا انت هاتوا دخلت جون. الصدمه اديت جون، ووقفت ورا سايب الكوره بتدافع. طب ما تكمل ضغط. في فترات في الماتش باريس كانوا هجوميا بيضغطوا، اصلا كانت ضايع. بتضغط، بتضغط، بس الفكره انت ما عندكش حد يطلع قدام. انت بحاول ان انت تحافظ على الجون ده، ومش عايز اكتر منه. انا هخلص الماتش 1-0، المهم ان هو يخلص. بعد اللي ساكا عمله، الفرقه مش عارفه تعمل ايه. اللي هو احنا كنا نازلين بخطه معينه، دلوقتي احنا غصب عننا نغير الخطه دي، فاللعيبه نفسها مش عارفه تعمل ما حاجه. هو ده فكر عقيم، فكر مدرب عقيم، ان انت يبقى ليك مثلا، مش هقول لك تبقى ليك كذا خطه، كذا واحد حل معاه للاداء. عصام ساكا وجابرين مارتينيلي وتوساد، عايزه يعمل ايه؟ يعني انت فرقه باريس، قبل استنى بس قبل قبل استنى. العبث يا اللي ابني اصبر، ارتيتا قبل بيعمله ده. باريس، لو جيت ناحيه باريس، هتمسك آه... هات يا عم طارق العشري. مع احترامنا للكابتن طارق العشري، لو مسكته باريس باللعيبه دي، هيدي اللعيبه حريه. هيوقف لعيبه في الدفاع، بس اللعيبه قدام هيبقى عندها حلول هجوميه ما هي فرديه. هي نفس اللعيبه دي ما عندهاش حلول هجوميه هي فرديه. نفس الفكره ده. فكريا وصل لدرجه معينه ان انا هدي اللعيبه حريه في الملعب، اللعيبه هتعمل اللي هي عايزاه، وهتعرف كل واحد في موقف معين هيعرف يتعامل فيه. تيجي ارتيتا لا، بالظبط. العكس. ارتيتا موت اللعيبه وخلاها روبوتات. ولو ما انت ده عملت الكلام اللي كذا، اتكلمنا فيه قبل كده في الحلقه بتاعت بايرن ميونخ، اللي هو كومباني لو ماسك عملت اللعيبه، انتوا كذا. روبوتات، انت هتقدم واحد اتنين تلاته، جات لك فرصه حل فردي ما تستغلهاش. فده اكتر عيب في المدربين حاليا، اللي هو انت عايز يا عم تعمل منظومه كامله من اول واحد في الفرقه لاخر واحد في الفرقه، اعمل كده. بس اللاعب لو جاله حل فردي، فرصه اللي هو يدخل انفراد، سيبه يعملها. سيبه يدخل الانفراد، شاط ضاعت جات جون مش مشكله، ما بس بتبقى الفكره برضه اللي على انا حسب اللعبه. قدامي ادخل انفراد ولا ارجع العب بلعب المنظومه وباصي ورا ونرجع للحارس ونبدا الهجمه من اول وجديد، ليه يا عم؟ هي بتبقى على حسب اللعبه نفسها، الحاله نفسها فاهمك. عامله ازاي. وفي لعيبه ما عندهاش الشجاعه الكافيه ان انا ادخل ال 18 واشوط، ادخل ال فاهمك. 18 ما احاول انت اخلق عندك انت حاجه. عندك ارسنال مين في الهجوم عنده شجاعه او عنده حاجه اصلا يقدمها؟ حد يعني زي جوكريس كده، حد زي جيكو جاي لك الواد مقدم خامة حلوة في سبورتنج لشبونة الواد، ولكن هو عنده حاجة. بس كله قال لك هجازف ان انا ادفع 80 مليون في لاعب زي ده. راح تيتا قال لك يا عم سعر الاسمنت بيغلى، اما نلحقه دلوقتي ومش عارف ايه، راح دافع فيه الفلوس دي. تيجي تشوف اغلب الماتشات ما بيلعبش، واغلب الماتشات اللي بينزل فيها بتخليه يبدأ من قبل نص الملعب. ماشي، ما هو ارتيتا جابه. هو قبل ما ارتيتا يجيبه اصلا احنا ما كانش عندنا مهاجم، وكنا كل لعبنا على المهاجم. يعني نرفع عرضيات، بترمي كور طوليه، بتعمل اي حاجه للمهاجم اللي هو اصلا مش موجود. اول ما جاب المهاجم، قال لك لا، نغير طريقه لعبنا بقى، نغير من جلدنا عشان نشوف هنعمل ايه. عندك زي الكابتن العميد حسام حسن، لما كان بيعمل في ماتشات المنتخب، يقعد يلعب لك عرضيات كتير ومفيش مهاجم في النص. اول ما يروح مدخلك مصطفى محمد، يبطل يلعب عرضيات.
يدخل من مصطفى العمق بقى. محمد ما شمّاهاش أصلًا معاه، لأ أنا باتكلم على قبل كده، ولا حتى كان بيعمل الأسلوب ده، اللي هو أنت عندك طيب مهاجم تستغله في العرضيات، لأ أنت بترفع عرضيات وهو أصلًا مش في الملعب، لمّا بينزل الملعب أنت بتقول لأ خلاص أنا جالي قرار إزالة، أنا مش هاكمّل ده برضه زي ال فكر مدرب عقيم، فكر مدرب إن أنت عندك يا عم مش بروفايلين عقيم، مختلفين زي مش دول، عقيم برضه هو وتلعب أرتيتا بحد زي خبرته إيه؟ هافرتز. أرتيتا خبرته إيه؟ ما لوش خبرة، هو كان مساعد لجوارديولا، برضه أنت مرّة واحدة أنا معاك مسكت أرسنال. بروفايلين مهاجمين أي حد يتمناهم، وأنت مش مستغلّهم الاستغلال الصح، حد زي لويس إنريكي الناحية التانية ما فيش مهاجم صريح، عندك مين مهاجم؟ حاطط لك شوية ديمبلي، شوية دوي، شوية هو كفارة، بيلعب على شوية مش عارف اللامركزية، مين، فكرة اللامركزية هي فكرة دي يعني ده الفكر القادم في الكورة إن شاء الله، بالضبط. ده التغيير الجذري اللي بيحصل دلوقتي. بالضبط، أنت عندك 3/4 المدربين دلوقتي لسه ما عندهمش قابلية اللامركزية دي، أنت عندك في ريال مدريد لو حطيت رودريجو ومبابي وفينيسيوس ال3 بيروحوا لك ناحية الشمال، فأنت هتلعب بلعيبة زي دي لا مركزية، ما هو فرق شخصيات بقى وفرق عقليات. بالضبط، فرق مدرب وفرق لعيبة وفرق نادي نفسه، شخصية النادي أو هوية النادي مبنية على إيه، بس أنت لو جيت تشوف المشروع اللي إنريكي عامله بقى له كام سنة، يعتبر حقق كَم من النجاحات بsquad يعتبر بسيط، يا عم نجاحات إيه أسامي ده مشتري نهائي دوري أبطال السيزون اللي فات، ماشي، يعتبر معاه أسامي يعتبر هي كانت جاية لعيبة ما حققتش أي حاجة، وكل لاعب جاي لاعب مغمور من النادي بتاعه، أنا جاي بالضبط، هاجرّب، اللاعب جاي أنا عايز زي أحقق حاجة، أنا عايز أعمل حاجة للنادي، زي ما مسك لويس إنريكي أول ما مسك قال لك بُص أنا عايز أول حاجة أنا هاخد صلاحيات كاملة، أنا مش عايز نجوم، أنا عايز فريق أنا اللي هابتدي المشروع، وعايزين ناس كده من أول وجديد، جالك بعد 20 سنة فشل في الإدارة، جالك المدير الرياضي لويس كامبوس قال لك بُص بسم الله الرحمن الرحيم، اللي كان شغال قبلي ده ما بيفهمش أي حاجة، إحنا هنعمل مشروع من أول وجديد. من اللي شغال قبلي. أنا مع لويس إنريكي وهنعمل الكلام ده، الراجل جاب لك شوية لعيبة مش معروفة، أهاليهم ما تعرفش إن هُم بيلعبوا كورة أصلًا، حقق لك كام من نجاحات، حد زي ديمبلي في برشلونة كان بيتضرب بالجزمة، دلوقتي هو على أعتاب إن هو ممكن يحقق تاني بالون دور على التوالي، واخد 2 دوري أبطال على التوالي، فدي يعني دي خبرة مدرب، ده شقى سنين وتعب سنين. بالضبط، فده خبرته غير خبرة Kompany غير خبرة أرتيتا، فأنت ما تجيش تقارن مدرب زي ده أرتيتا بمدربين برضه زي دي، اتلسع بقى له كام سنة، بقى له من أكيد، ما هو عشان 2019 كده غيّر من جلده السيزون ده، 2019 تقريبًا دي غيّر كام من سنة جلده، هو يعني غيّر من جلده بس برضه لسه ما عندوش الخبرة الكافية دي اللي هو خبرة، ينافس في دي في الأبطال حد يعني، ذاتها هو دي يعني هو اللي عمله في الأبطال السنة دي يُشكر عليه، اللي هو وصل نهائي الأبطال من غير ولا هزيمة، حتى دور المجموعات هو الفريق الوحيد اللي متأهل بالعلامة الكاملة، ما فيش أي نادي عمل الموضوع ده غيره. 6، 7 سنين في الPremier League برضه دي في حد ذاتها خبرة أصلًا. بالضبط، ما هو اتعلّم في ال6، 7 سنين دول هو اتعلّم وخَد خبرة وغيّر من جلد النادي السيزون ده اللي أنت كنت متعوّد أصلًا على أرسنال مع إيه، إن لو كان لعب زي السنة اللي فاتت العب للمتعة وخلّي لعيبتك واخدة حرية أكتر، ماشي ما كان هو بيلعب ممكن كل ما يقدّم بيلعب شيء حاجة للمتعة، كل ما كان بيلعب كان للمتعة ممكن يقدّم يا حاجة ابني ما هو السنة دي. كل ما بيلعب للمتعة بيتلسع، الفرقة كلّها بتقعد في ال18 وبيلعبوه على المرتدات والتحولات وكل الكلام ده، هو بيتلسع في الآخر، فده اللي بيخسّره الدوري. هو جه قال لك السنة دي قال لك ليه ما أركّزش على خط الدفاع الأول، ده خط الدفاع ده أهم حاجة في النادي عندي، أركّز عليه ضبط خط الدفاع خلاص، اللي قدّام هنليّسها، هنليّس اللي قدّام وهتمشي كده بالبركة. هي ضبطت معاه، هييجي السيزون الجاي هو لمّا خد الدوري برضه السنة دي، لمّا خد الدوري السيزون ده، هو خلاص أنا حِمل اتشال من عليّا، اللي أنا جيت جِبت النادي الدوري من 22 سَنة، فخلاص أنا عليّا السنة الجاية هيبقى حِمل خفيف، حتى يا عم لو هييجي يلعب هيرجع لفكرة الكورة الحلوة بتاعة زمان أو الsexy football زي ما بيقولوا، هتلاقيها رجعت تاني، مش هاقول لك اللي هي هترجع بشكل خفيف، لأ ممكن تلاقيها رجعت بشكل كبير جدًا في النادي. بدل اللي هو القرف اللي هو عمله السيزون ده، بس هو كان مُجبر اللي هو يعمل كده السيزون ده، غصب عنّه كان لازم يعمل أنا كده، مش مقتنع بيه كمدرب، بس هل إحنا على أعتاب إن حد زي لويس إنريكي ممكن يعدّي زيدان 3 أبطال على التوالي وممكن يجيبوا رابعة إن زيدان شاء جايب الله؟ 3 وجايب واحدة كمساعد مدرب، إنريكي واخد 3 وإن شاء الله التالتة على التوالي السنة الجاية، عشان عدد الدقايق بتاع باريس مدروس، يعني تيجي تشوف حد زي ديمبلي ما كمّلش 80، 90 دقيقة على مدار كام ماتش، وصل 1000 دقيقة على مدار الموسم، 1000 دقيقة ده ولا حاجة،
بسبب الروتيشن اللي بيحصل، أيوه، عندك فده أقل واحد في أرسنال لاعب 2500 والّا ده 2600. مشروع يخلّيك إن أنت ممكن يبقى نَفَسك طويل في البطولات، ممكن بالضبط. ده يبقى سبب في إن أنت ممكن تحقق ومع دوري الأبطال السنة تغيير الجاية مع مثلًا. تغيير دوري الأبطال، مع تغيير النظام بتاع دوري الأبطال السيزون اللي فات من أوله، أنت محتاج أصلًا يبقى عندك سكوادين أو 3 في النادي. يعني أنت عندك لاعب اتصاب مثلًا أو لاعب مش جاهز، يبقى عندك 2، 3 غيره. وفكرة اللامركزية برضه مساعداه، اللي هو عنده طبعًا فليك ما سمعش حاجة عن الكلام ده، برشلونة ما سمعتش إحنا حاجة عن الكلام نلعب ده. offside trap وخلاص على كده يا ابني شكرًا. ما هو فين اللعيبة يا ابني؟ ونيجي بقى لأهم فقرة في الحلقة واللي أنا كنت عايز أتكلم عليها من بدري أصلًا، فكرة الراعي الجديد بتاع نادي أرسنال، اللي هو الشركة اللي اسمها ديل. هي شركة زي ما أنتم عارفين هي شركة إسرائيلية يعني ومعظم مشجعين النادي أصلًا في إنجلترا مش هاتكلم عليّا أنا، معظم مشجعين النادي في إنجلترا أصلًا اعترضوا على الموضوع ده، واللي هو أنتم ليه بتتعاقدوا مع شركة زي دي؟ فيعني أكيد الشركات كلها ما أعلنتش إفلاسها عشان التعاقدوا معاها. وكمان لو جيت تبُص على ديسمبر 2024 هتلاقي إن أرسنال طردت مدير المعدات بتاعهم عشان كان بيشتم فيهم. كان ومسعود أوزيل مشي برضه عشان لأ طلع مش هو يتكلم. مسعود أوزيل كان على الصين، على الإيغور. آه. فمسكوا الراجل ده كان اسمه مارك بونيك، ده كان مدير المعدات في نادي أرسنال، كان شغال في النادي لمدة 22 سنة. كان بيشتم فيهم على تويتر بسبب اللي هُم بيعملوه في غزة. فجُم طردوه بعد ما رابطة الدوري الإنجليزي نفسها بلّغت النادي قالت لهم إن الكلام اللي هو بيقوله ده مش مُعادي للسامية ولا أي حاجة، بس طردوه في الأول وفي الآخر، وجُم دلوقتي يتعاقدوا مع نادي مع راعي زي ده. ف خلاص هُم بقوا متغلغلين في كل حاجة، ليهم يد في كل حاجة، موجودين بالضبط، وسطينا. ما هو ده اللي يقرفك، اللي أنت لمّا تيجي تعمل حاجة هنا أو هنا تلاقيهم موجودين فيها، فأنت غصب عنك هتبعد عنها، أو غصب عنك مش يعني حاجة مثلًا أنت بتدّيها من وقتك نسبة 100% لأ، أنت غصب عنك لازم تدّيها أقل من 100% أو أقل من 50% ويمكن ما تدّيهاش وقت أساسًا، عشان برضه تبقى عارف قدْر الحاجة دي فين. يعني نادي زي ده مثلًا أنت هتشجّع النادي خلاص شجّعه، بس تبقى عارف آخره فين. خلاص وبس كده، ده كان رأينا، والأهم من كل ده رأيكم، وما تنسوش إن في الأول وفي الآخر إن دي كورة حاجة ترفيهية ما تستحقش إن أنت تزعل عليها، اللي يستحق بجد إن أنت تزعل عليه بيحصل في إخواتنا في سوريا وفي فلسطين وفي لبنان وفي السودان. ولو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تشوفوا الحلقات القديمة والحلقات الجاية بإذن الله. سلام.